الكشري ما يحلاش غير بالدقة، والنهارده هقولك على طريقة للدقة حلوة قوي. بتجيبي 5 فصوص من الثوم، بتحطي عليهم كوباية مية ونص كوباية من الخل. المية بتحطيها علشان الخل ما يكونش حامي قوي. بعد كده بتحطي البهارات، كمون، الكمون كتري زي ما انت عاوزة. حطيت معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة كزبرة ناشفة، وحطيت كمان نص معلقة من الكمون. بقولك الكمون بيحب الدقة قوي. بعد كده ربع معلقة ملح، ما تكتريش ملح علشان ما تطلعش حامية منك، وعصير ليمونة. قلبيها كويس واضربيها افضل في الخلاط عشان كله كده يندمج مع بعض. الدقه الحراقه بقى بتجيبي شويه صلصه من اللي انت عاملاهم للكشري، وبتحطي شطه. بما اني عندي القرون الحلوه دي بحطها في الصلصه نفسها، بتدي حرقيه كده وبتكون طعمها حلو. الدقه عملتها لكم النهارده على البارد، طعمها اطعم واحلى من اللي بتعمليها على السخن. طبق كشري حلو زي اللي انتوا شايفينه كده، يا نهار ابيض، ودى طعم طبق الكشري في حته تانية. ايه رايك بقى يا ست الكل؟ لو الفيديو عجبك لايكات كتير قوي قوي، وما تنسيش الكومنت الحلو بتاعي.